يعد القارئ المغربي العيون الكوشي من أشهر قراء المغرب في المشرق العربي ودول الخليج، فهو صاحب أول مصحف مرتل برواية ورش عن نافع، وهو التسجيل الأكثر انتشارا بهذه القراءة في التلفزيونات المشرقية. العيون الكوشي نشأ في بيئة قرآنية، وبدأ في حفظ القرآن في مدينته آسفي وسنه لم تتجاوز ال5 سنوات، ليتمه كاملا وهو ابن 9 سنوات. بدايتي مع القرآن الكريم كانت في حدود 1973. كان في عمري تقريبا لا قبل شوية، يعني كان في عمري 4 سنوات ونصف. بسبب بدايتي في حفظ القرآن الكريم شيخي الأستاذ الشيخ مغترف كبور، هذا هو شيخي وفي نفس الوقت صهري، يعني زوج أختي. لما جاي يتزوج أختي كان عمري آنذاك 4 سنوات ونصف، وهو مهنته خياط الجلاليب المغربية. فراح يوديني معاه المحل بتاع الخياطة بتاعه، ومرة بدأ يلقني بعض الحروف البدائية. فالحمد لله كانت هذه الانطلاقة. بدأت حفظ القرآن في السن هذه اللي هي 4 سنوات ونصف، حتى سنة 1978 كان آخر ختم للقرآن الكريم، فأتممت ختم القرآن وحفظه بفضل الله تعالى سنة 1978. وكان ذلك يعني كان في سنة 1974 أو 75 بدايتي مع الدراسة يعني الحكومية. يعني بدأت تسجلت في المدرسة الحكومية، وبدأت يعني قرأت الابتدائي. لما أتممت حفظ القرآن كنت تقريبا في السنة الرابعة ابتدائي أو الخامسة لعلها آنذاك، في أواخر السبعينات 78. ثم بعد ذلك وفي خلال الفترة هذه وأنا بحفظ القرآن، وحفظت يعني حفظي كله كان فيه 3 ختمات ونصف. الفترة هذه عملت فيها 3 ختمات ونصف، فأتممت فيها حفظ القرآن بفضل الله تعالى. وكانت مشاركتي في المباريات الوطنية والدولية كانت بداية 1979. أول مشاركة في المباريات الوطنية كانت تقام في الرباط تحت إشراف وزارة أوقاف والشؤون الإسلامية في رمضان. ثم بعد ذلك أول مشاركة دولية كانت في دولة الكويت 1981. والفترة هذه يعني كنت بقوم بصلاة التراويح، يعني مش رمضان كله، لكن مرة كان الشيخ جزاه الله خير مرة في رمضان أروح معه المسجد على أساس الإنسان يتدرب وتكون عنده تقنيات في صلاة التراويح وتدريب، ويشيل منه الخوف بتاع الجمهور اللي يصلي وراه. فالحمد لله وبفضل الله تعالى كانت بداية طيبة، ومشينا على هذا المنوال حتى سنة 1987 بالضبط. بدأت مباشرة في المسجد الأعظم بمدينة آسفي إقامة صلاة التراويح كاملة، يعني رمضان كله. بفضل الله تعالى من سنة 1987 إلى سنة 1991 سنويا أقوم بصلاة التراويح الشهر كله، بأم الناس في المسجد الأعظم هذا اللي هو أكبر مسجد في المدينة، مسجد العتيق في مدينة آسفي. وفي نفس السنة سنة 1987 كانت مسابقة، شاركت في مسابقة دولية بالسعودية 1987. أنا ذاك بالضبط كان عمري 20 سنة 87. سنة 1990 شاركت في مسابقة دولية بتونس. كانت نهايتي مع صلاة التراويح بمدينة أسفي آخر رمضان
1991. بداية يعني رمضان 1992 جاءتني دعوة من مدينة الدار البيضاء من أحد المساجد الموجودة في الدار البيضاء، وكان هو مسجد الهدى بعمالة سيدي عثمان. فأقمت فيه صلاة التراويح، فكنت يعني أسافر من مدينة آسفي وأستقر بالدار البيضاء الشهر كله رمضان، بداية من 1992 إلى غاية رمضان 1997. يعني 5 سنوات أو 6 سنوات قضيتها كلها في المسجد هذا، رمضان فقط. ما باقي السنة أنا في مدينة آسفي، يعني أولادي هناك والوالدة. ثم انتقلت إلى مسجد ثاني وهو مسجد السلام بحي الأسرة، قضيت فيه 2 سنين، يعني 98 99 2000 جاءتني دعوة من أمريكا، خصوصا مدينة نيويورك، من مركز بروكلين مدينة نيويورك. جاءتني دعوة خاصة على أساس الناس هناك في صلاة التراويح رمضان كله، فلبيت الدعوة الحمد لله. رجعت إلى المغرب في نهاية رمضان، رمضان 2001 انتقلت إلى مسجد يعني يسمى مسجد سعود، هو كذلك في عمالة سيدي عثمان بحي مبروكة. قضيت فيه 2 سنين، يعني رمضان 2000 رمضان 2001. في الفترة هذه بالضبط 2001 جاءت شركة حنين حتى عندي البيت بتاعي في المدينة اللي هي مدينة آسفي. كانوا يعني جوهما قبل إلى الدار البيضاء، وسألوا من القراء يعني الموجودين والمعروفين في المغرب، فأشاروا إليهم في قراء 2، مصطفى غربي، القارئ مصطفى غربي، والقارئ العيون الكوشي. فأخذوا الأشرطة وراحوا إلى مصر، تكونت لجنة من الأزهر على أساس يشوفوا من حيسجل المصحف برواية ورش لقارئ مغربي. هم كان عندهم سلسلة قراءات، تسجيل سلسلة قراءات، وكل رواية بيجيبوا قارئ من دولة، حفص مثلا دولة من الدول السعودية وغيرها، مثلا قالون من ليبيا، مثلا ورش من المغرب، وهكذا. فالحمد لله بفضل الله تعالى تم الاختيار على أن أسجل أنا المصحف. فجاء حتى عندي المدينة في مرة أنا أذكر كان بعد الظهر، فطرقوا الباب وقدموا لي أنفسهم، قالوا إحنا تسجيلات حنين، ممكن تسجل معنا المصحف، وإحنا عندنا يعني تسجيل سلسلة قراءات وكذا، والتسجيل حيكون في مصر. فبعد مشاورة مع الوالدة والأولاد الحمد لله كانت الموافقة، وكانت الانطلاقة من 2001 إلى 2004 سنويا. كنت بروح إلى مصر كل سنة تقريبا 4 مرات 5 مرات، كل مرة فيها شهر. اللي كان مشرف على التسجيل، كان متابع لي التسجيل، الدكتور أحمد عيسى المعصراوي والشيخ سيد عبد المجيد. يعني الدكتور أحمد عيسى المعصراوي هو الحمد لله شيخ عموم المقارئ المصرية معروف. فالحمد لله وبفضله سبحانه تمت الختمة في سنة 2004، وأخذوا التسجيلات هذه وراحوا بها الأزهر الشريف وقدموا لهم تسجيلات، يعني وأتموا مراجعتها على يد 22 شيخ. كانت في خطأ أو 2، فصاروا يعني مستدعيني من المغرب على أساس الخطأ هذا، هم الاثنين. والخطأ هذا فين كان موجود؟ في مد أو في غنة، يعني شيء بسيط جدا، ناقص شوية أو زيادة شوية فقط. بعد ذلك خلاص يعني تسجل المصحف، تم تصحيحه، اعتمد من طرف الأزهر، وخلاص يعني راح يعني الحمد لله كما تسمعون الآن. هو الآن في قناة المجد للقرآن الكريم، وفي قناة القرآن الكريم بمكة المكرمة
صراحة أول طريقة بدأت بها صلاة التراويح في 87. مبدئيا بداية ما كان عندي يعني اهتمام تام يعني أخذ يعني شيخ من المشايخ يعني من القراء الكبار وخلاص وامشي معاه على طول من أول إلى الآخر وأخذ عليه يعني طريقته نغم وصيغته وكذا. هذا ما كان يحصل معي أبدا على الإطلاق. ولا مرة كنت بسمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كنت بسمع للشيخ المنشاوي، وأنا الآن يعني ما شاء الله القراء يعني هم الحمد لله في مرتبة واحدة وفي مستوى عالي جدا كلهم بدون استثناء. لكن بيبقى التفضيل يعني لازم الإنسان يكون عنده قارئ يكون مفضل عنده. قارئ مفضل عندي الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه. لكن كنت بسمع مرة ما كنت بتأثر مثلا بقارئ من القراء وأخذ عليه. هذه المسألة يعني أنا أقولها صراحة، ولا مرة أخذت على أي قارئ. في 12 من عمره شارك العيون الكوشي في أول مسابقة دولية بدولة الكويت، وتحصل على مرتبة متقدمة لتستمر مشاركاته في المسابقات الدولية المختلفة للقرآن الكريم بعدد من العواصم والمدن الإسلامية. هو الطريقة هذه ممكن أنا الحين أقرأ بنغم أو بطريقة، وبعد شوية أقرأ بطريقة ثانية يعني تجي هكذا بدون. وأضيف إليك شيء، وهو أن النغم أو المقامات لا أعرف عنها أي شيء، ولا أي مقام أعرفه ما عدا مقام الصبا. هذا بدأت تسجيل يعني داخل الاستوديو هنا في الدار البيضاء. يعني بدأت الأشرطة، بدأت تسجيل في سنة 1985. أول مقام سجلت به أول شريط في سنة 1985 كان بهذا مقام الصبا، بدون معرفة أنه هو مقام الصبا. سجلت هكذا، وكانت بداية أول صورة سجلتها صورة مريم، كانت بمقام الصبا بدون معرفة أن هذا المقام هو مقام الصبا. بحيث لما صار الشريط يذاع يعني عبر الناس يعني يستمعوا إليه، فالمتخصصين صاروا يقولوا لي هذا مقام الصبا والمقامات تعرف. قلت لهم أنا ما أعرف أي مقام، جاء هكذا تلقائيا. حتى طريقتي يعني جاءت تلقائية في القراءة. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. هذا المزج بين الطريقة الشرقية والطريقة المغربية فهو يأتي تلقائيا هكذا. أنا ما أخذت يعني مثلا في ذهني وقلت هذه طريقة شرقية وهذه طريقة مغربية، أو مثلا هذه طريقة بتاع الشيخ الفلاني وهذه طريقة بتاع الشيخ الفلاني وأقرب. يعني مثلا ممكن أكون أقرأ في طريقة بتاعي وأنا بقرأ بها، مثلا أصلي التراويح أو غير التراويح، ممكن أنساق إلى قارئ من القراء، إلى شيخ من المشايخ، واقرأ بطريقة بتاعه بدون ما أعرف أنني انتقلت إلى طريقة الشيخ الفلاني أو القارئ الفلاني. يعني أنا هكذا، طبيعتي هكذا وطريقتي هكذا، ولا في ذهني أي نغم بتاع أي شيخ من المشايخ ولا قارئ من القراء. وأنا بقرأ ممكن المستمع يسمع ويقول يعني الكوشي دخل يعني طريقة الشيخ الفلاني أو قرأ بقراءة الشيخ الفلاني بدون أنا ما أعرفها أبدا. في أول مسابقة في بداية يعني نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كانت قراءتي مغربية، اللي هي الطريقة المغربية المحضة اللي بيقرأ بها القراء المغاربة، مثلا الشيخ عبد الرحمن بن موسى رحمة الله عليه، الشيخ عبد الحميد حسين رحمة الله عليه كذلك. هذول يعني المشايخ الكبار الأوائل في المغرب كانوا بيقرأوا بالطريقة المغربية المحضة. أنا في بدايتي مع المسابقات كنت بقرأ بالطريقة هذه المغربية، لكن الآن يعني غابت عني. يعني حتى لو قرأت بها ممكن آية أو آيتين وامشي يعني واخرج عن الصواب، عن الطريق الصحيح بتاعها. ممكن أقرأ بها يعني مثلا آية أو آيتين، ممكن تيجي ممكن ما تجي. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. استووا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله. في 18 من عمره وقف العيون الكوشي إماما في محاريب المساجد بمدينته آسفي ليتولى إمامة جامعها الأعظم في العام 1985. شهرة العيون الكوشي إماما وقارئا دفعته للتنقل بين عدد كبير من مساجد المغرب، كما تولى الإمامة للتراويح في عدد من المساجد بالدول الأوروبية خلال شهر رمضان.